يا هلا والله فيكم. اليوم راح نسوي ألذ سلايدر دجاج، وصفة رمضانية مرة سهلة والطعم خيال، يعني ما أحكي لكم قديش لذيذ. بس قبل لا أبدأ لا تنسون انزلوا تحت واشتركوا في القناة، ويلا على طول نبدأ. أحتاج حبتين بصل متوسطة الحجم، راح أقشرها وأقطعها مكعبات. وأحتاج كمان 7 حبات فصوص من الثوم، أقطعهم وأخليهم على جنب. بصاج راح أجيب أحط زيت نباتي، وبعد ما يسخن الزيت راح أحط البصل، راح أقلبهم مع بعض لحد ما يتغير لون البصل. بعد ما تغير لون البصل راح أضيف الثوم المهروس وأقلبهم شوي مع بعض. بعد ما طلعت ريحة الثوم راح أضيف الدجاج المفروم، راح أقلب الدجاج لحد ما يتغير لونه. بعد كذا راح أضيف البهارات، وهي ملعقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود والكمون وبهارات مشكلة والملح. أقلبهم شوي مع بعض. بعد كذا راح أضيف ملعقتين من الخردل وملعقتين من الكاتشب، أقلبهم كويس مع بعض. آخر شي راح أضيف الكريمة، ضفت ربع كوب من الكريمة الطبخ، وكذا أقلبهم شوي مع بعض، وكذا صارت جاهزة. الخطوة اللي بعدها راح أضيف أحتاج خبز البرجر، أي خبز تفضلونه، أحطه بالصينية. بعد كذا أدهنه بالمايونيز وأضيف الحشوة. بعد كذا راح أضيف جبن الموزاريلا، وأضيف على النص الثاني جبنة تشيدر. أغطيهم وراح أمسحهم بالزبدة. هنا خلطت الزبدة مع زيت زيتون وشوي بقدونس. أدهن الوجه وخلاص أحطه بالفرن من تحت لحد ما تذوب الجبن. بعد كذا راح أحمر الوجه وتصير جاهزة. وكذا صارت جاهزة. ما أقول لكم ريحتها مرة تجنن، والطعم مرة خطير، وبعد مرة سهلة ومرة مناسبة لرمضان، وما تاخذ منكم أي وقت، وكمان مرة لذيذة. إذا جربتوها اكتبولي تحت في التعليقات. وبس كذا خلصت الوصفة. إذا عجبتكم وجربتوها اكتبولي تحت في التعليقات، وأشوفكم في وصفة جديدة.